تفتكر هيجي اليوم اللي بدل ما تروح تصرف في بطاقة التموين بتاعتك رغيف عيش ولا زيت أو سكر تاخد مكانه فلوس؟ الكلام ده مش إشاعة، ده تصريح رسمي من الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لما قال: أنا مع الدعم النقدي بس بشرط إن الأرض تكون متهيئة، وده اللي الحكومة شغالة عليه بقالها سنين. الجديد بقى إن منظومة الدعم النقدي مش هتقتصر على السلع التموينية وبس، لأ دي هتشمل الخبز كمان. يعني بدل ما الدعم يروح في صورة رغيف هيروح لك كمواطن في صورة مبلغ محدد على كارت النقود رقمية. الحكومة بتتكلم عن أرقام ضخمة، احنا بنتكلم عن دعم تمويني وصل لحوالي 160 مليار جنيه وده السنة دي بس، منهم 124 مليار جنيه مخصصين للخبز بس ل 70 مليون مواطن بمعدل 5 ترغيفة في اليوم لكل واحد. الفكرة ان الدولة هتقسم الرقم ده على المستحقين وتقول لك انت ليك مبلغ واضح مضمون ومحسوب وعشان الناس تطمن. الحكومة بتقول ان قاعدة البيانات اللي هيحددوا بيها المستحقين شغالين عليها من 10 سنين وبيتم تحديثها بشكل دوري، وكمان هتكون مرتبطة بالتضخم واسعار السوق. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اكد ان لجنة العدالة الاجتماعية قربت تخلص كل الاجراءات التنفيذية وان التحول هيتم بحذر شديد عشان محدش يتأذي ولا يحصل لخبطة ولا غير المستحق يستفيد. احنا قدام نقلة كبيرة في ملف حساس جدا، دعم العيش والتموين واللي جاي اسمه دعم نقدي رقمي. بس السؤال هنا، هل الخطوة دي هتكون لصالح المواطن فعلا ولا محتاجة وقت وتجربة؟